السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في عالم إحسان للطبخ والحلويات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولكم هذا الفيديو في أحسن حال إن شاء الله. اليوم جيتكم بشباكية اللي سبق لي ونزلتها معكم، ولكن هذا قياس صغير وسهلة وأي واحد يقدر يوجدها في الدار ديالو. عندي المقادير هنايا كاس الزنجلان مطحون مزيان، كاس الزبدة، 2 معالق د الخل، عندي هنايا قبيصه د الخميره د العجين ونص معلقه صغيره د الخميره د الحلوى، وعندي هنايا معلقه صغيره د القرفه، وعندي هنايا معلقه كبيره د حبه الحلاوه والنافع، واحد الصفار د البيضه، وقبيصه د الملح. دابا غنوريكم الطريقه. عندي هنايا 500 غرام د الطحين، غنضيف ديك كاس الزنجلان اللي ماشي محمر يعني، وكنطحنو مزيان حتى كيرجع معجن، مع ديك المعلقه د القرفه، ديك الخميره د الحلوى والخميره د المعجونه، كنرملهم مزيان مع هاد المكونات الناشفين. هاد 500 غرام د الطحين الصراحه كتخرج كيلو وشي حاجه د الشباكيه يعني معسله معدله. نتمنى تعجبكم واللي بغى قياس كبير انا غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف د الشباكيه د العام اللي فات. صافي كندخل ديك المكونات. تبارك الله راه الشباكيه دابا كلشي كيعرف يعدلها، انا غير نزلتكم قياس صغير اللي بغى يوجد غير القياس صغير. وديك الزبده والزيت يعني عندي نص كاس د الزيت ونص كاس د الزبده يعني خلطت مع بعضيتهم كيجي كاس. غنضيف ديك الخل وغادي نحاول نرمل مزيان ديك الطحين مع ديك المكونات السائله حتى ينسجموا مع بعضيتهم، حتى كيرجع ديك الطحين بحال السكسو يعني كيترمل مزيان باش تجيكم شباكيه هشيشه ومهويه من داخل ومجعبه. ضروري خصكم هاد المرحله تعملوها هكذا. واللي بغى مثلا يبيتها كيبيتها، واللي بغى يوجدها في ساعته كنوجدها. انا هذه خدمتها في ساعتها يعني ما بيتهاش، وجات غزاله، جات مهويه ومجعبه. وراه كما كتعرفوا تبارك الله دابا هاد العام الزيت غالي، واللي شكون غادي يعدل الشباكيه، ولكن ضروري ديك نوجدوا شهيواتنا وليداتنا وفي دارنا. هذه قياس صغير اللي ما عمره ما عمل الشباكيه يزعم ويعدل. انا عملتكم غير قياس صغير، اللي بغى يجربها اللي ما عمره ما عمل الشباكيه يجرب دائما القياس صغير. وكما قلت لكم اللي بغى كميه كبيره انا نخليكم الرابط في صندوق الوصف يشوف القياس اخر. صافي كنحك فيها مزيان حتى كتنسجم ديك الزبده والزيت والمكونات مع ديك الطحين. دابا غادي نضيف كاس د المزهر، عندي مع شويه د الزعفران شعره وصفيتهم. ما تعملوش ديك كاس، انا عملت كاس د المزهر كامل. انا نتوما الا عملتو غير نص كيلو الطحين ما تعملوش ديك كاس د المزهر كامل، كبوا شويه بشويه باش ما تجيكمش العجينه خفيفه، حيت العجينه الشباكيه خصها تجي قاصحه باش تجيكم معلكه وتجيكم مجعبه. صافي غادي نوضعها فوق طاوله العمل وغندلكها مزيان. وهاد نص كيلو راه دغيا كيوجد. صافي غندلكها مزيان كما قلت لكم يعني ضروري شباكيه خصها تكون العجينه ديالها قاصحه، ما يكونش العجين ديالها رطب، لان الا كانت العجينه ديالها رطبه غتجيكم الشباكيه ديالكم قاصحه. صافي غندلكو هايدا بهذه الطريقه حتى ندلك العجينه مزيان. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق، حيت صراحه سهله وماشي المكونات ديالها ماشي بزاف، حيت عملت غير 500 غرام. كما كتشوفوا العجينه خصها ضروري تكون قاصحه. صافي يعني كاس د المزهر درت لي، ولكن كما قلت لكم يعني ما تعملوش الكاس كامل، كبوا شويه بشويه على حسب الطحين. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. صافي غادي نقطع بهذه الطريقه. وكما كتعرفوا انا نزلت قلتلكم العام اللي فات يعني كيما الشباكيه في اي كل واحد تبارك الله راه كيعرف يعدل الشباكيه. هذه غير المبتدئين اللي ما عمرهم ما عملوا شباكيه، جربوا يعملوا قياس صغير يعني غير نص كيلو د الطحين
صافي وكنطويهم على هاد الطريقه حتى كنكملوا عاود الكميه اللي عندنا كامله. كنحتفظوا بهم بلاستيك غذائي. بهاد الطريقه هادي كنطويوها بحال الرغيفه. ضروري يجيو قد بعضيتهم. غادي ننزل لكم المقادير في صندوق الوصف مضبوطين. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الرائعه. صافي غادي نكملهم كاملين وغادي نخليها ترتاحي شي 5 دقائق على بيدمين. واللي بغى يخدمها يعني خدمه نيشان غادي يخدمها. اللي ما عندوش الماكينه ماشي ضروري، يعني هو غير العجينه مزيان يرقى، ما يخليش العجينه غليظه. انا غادي ندوزها في الماكينه باش كتسهل الامر. وعندي هذا الطابع هذا، واللي بغى يعمل غير الجراره يعملها، ولكن هذا الطابع هذا كيجيبها قد بعضيته وكيجيبها قياس واحد وكتسهل الخدمه. وهاد الزوائد هادو ما كنحاولوا ما كنعجنوهمش، غادي نوريكم غندخلهم في قلب عجينه اخرى. وها هي الشباكيه ديالي بعد ما قليتها كتجي مجعبه وكتجي شاربه عسل. انا غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي بالتفاصيل، حيت كما قلت لكم سبق لي نزلتها العام اللي فات، يعني ما بغيتش نعمل مراحل كاملين. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنسونيش بالتعاليق وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. وكنقول لكم عواشركم بروكه والله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. والى فيديو قادم باذن الله.